انا مطلوبه الاسبريسو كالمعتاد. والله اعتقد ان دراستي علوم هي نتيجه مش سبب. يعني انا شخصيتي كده من وانا طفله، يعني من وانا في فتره في ابتدائي او حتى في حضانه. انا في كام مبدا عندي في حياتي، ما اعرفش كان عندي النضج ده ازاي وقتها سبحان الله، بس انا كان دايما عندي المبادئ دي في حياتي. مبدا رقم واحد: الانسان لو مش واثق في نفسه، اوكي، فالمفروض مين يثق فيه؟ اوكي، الانسان لو مش بيحب نفسه وبيعمل الحاجه لنفسه في البدايه وبيثق في نفسه قبل اي حد، اوكي، المفروض مين اللي هيكون بيثق فيك الثقه دي؟ فيعني رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. دي رقم واحد. انا الحمد لله من وانا صغيره انا عارفه قيمه دماغي كويس جدا، وعارفه انا قد ايه بشتغل وقد ايه بذاكر. عشان كده الحمد لله كنت دايما الاولى على المدرسه. الحاجه الثانيه، انا جبت حتى 96 في الثانويه العامه، ولكن مع ذلك اعتقد كان وقتها مجموعي جايب ان انا ادخل لاب طبيعي او اي حاجه تانية، لكن انا اخترت علوم. واخترت قسم كيمياء فيزياء، لان انا كنت بحب دكتور احمد زويل جدا الله يرحمه. وده كان القسم بتاعه. هنبقى دراسه علوم هي نفس المايند سيت اللي انا شغاله بيه في حياتي، اللي هي بقى الحاجه رقم اتنين: ان انا مقتنعه ان اي حاجه في الدنيا هي مبنيه على كل حاجه في الدنيا ليها سبب. اوكي، انا شخص عمر ما حد هيجي في الدنيا يقنعني اي حاجه في الدنيا ملهاش سبب. اوكي، حتى لو احنا غير مدركين الاسباب لحاجه ما في حياتنا، ده يعني نقص وعي ونقص ادراك مننا. اوكي، لكن كل حاجه بتحصل لسبب. كل حاجه، حتى وجود البهايم اللي انا بقول عليهم بهايم في الدنيا، دول موجودين لسبب. اوكي، فكل حاجه في الدنيا هي معموله لسبب، كل حاجه في الدنيا هي ليها سبب، وكل حاجه في الدنيا ليها اصل في البدايه. اوكي، فتصرف الاشخاص، الطبيعه البشريه، العلوم نفسها كلها مبنيه على السببيه. ليه نيوتن فكر مثلا ليه التفاحه وقعت عليه؟ فالساينس كلها مبنيه على السببيه. اوكي، فانا شخص مؤمن بالسببيه جدا، ومؤمن ان كل حاجه في الدنيا ليها سبب، ودايما بحاول افهم الاسباب. لو الحاجه دي مفيده بالنسبه لي بحاول افهم الاسباب. الحاجه الثالثه بقى في المايند سيت بتاعي، ان انا بشوف دايما لازم الانسان يكون عارف الديستنيشن، لازم تكون عارف انت رايح فين. تخيل كده ان انت بتوقف سواق تاكسي يقول لف بينا يا اسطى والنبي على الكورنيش، اوكي، ولا انت هتوصل ولا هو هيوصل. اوكي، فلازم الانسان يكون عارف هو الدايركشن بتاعه فين، هو اللوكيشن اللي هو عايز يوصل فيه. والاهم ان هو يكون مدرك تماما ان لو انت سايق العربيه دي ورايح ناحيه الديستنيشن، اوكي، وفي واحد كسر عليك، وفي كلب بيهوهو، وفي مش عارف ايه، لو كل كلب بيهوهو وقفت تهوهو عليه، اصلا انت بتقلل من نفسك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت عمرك ما هتوصل. اوكي، فانا من وانا صغيره جدا I don't give a fuck. حتى بالكلام اقرب الناس هي I don't give a fuck. كل الناس ما كانتش مقتنعه بالله مع بس انا كنت مقتنعه. اوكي، كل واحد فينا ليه دي ان ايه مختلف، كل واحد فينا ليه حياته، كل واحد فينا ليه اختياراته. ف I will do whatever I wanna do. I don't give a fuck. Love me, hate me, I don't give a fuck.